تخيل معايا طفل صغير واقف جنب ابوه وبيشوف بلده وهي بتتهان بعد ما خسرت الحرب. ابوه القائد الكبير بيبصله وبيقوله اوعى تنسى اللي عملته روما فينا. الطفل ده كان هانيبال، واللحظة دي اتحفرت جواه. كبر هانيبال بس ما كانش مجرد قائد عادي، كان بيخطط، بينتقم، بس مش بأي شكل. ده كان بينتقم انتقام بارد، ذكي، ومترتب على الآخر. في سنة 218 قبل الميلاد عمل حاجة محدش في روما كان يتخيلها. خد جيشه ومعاه فيلة حقيقية، وطلع بيهم فوق جبال القلب. تخيل المنظر، ناس بتموت من البرد والتعب، بس هو كمل. كان هدفه واحد، يوصل لقلب روما ويخليهم يدفعوا الثمن. ولما وصل مرحمش حد، كسب معارك كتير، أهمهم معركة اسمها قناي، لحد النهاردة بيتكلموا عنها في الكليات العسكرية. هانيبال ما انتقمش بالصوت العالي، انتقم بالعقل. ما دخلش من الباب، لأ، دخل من السقف. وعلى قد ما قدرش يهدم روما كلها، بس خلاهم عمرهم ما ينسوه، وفضل اسمه لحد النهاردة رمز للانتقام الذكي. وعلشان انت مش هانيبال، مش هتعرف تجيب جيش عشان تنتقم. انا هقولك على اهم 4 قواعد للانتقام الذكي. كتير من الشخصيات المعروفة والتقيلة في العالم بتستخدمها انها تقضي على خصومها، ودي الخطوة التانية من خطوات احتلال العالم. لو لسه ما تعرفش ايه تقنيات التحكم في العقول والتلاعب بيها، شوف الحلقة دي. واول قاعدة من كتاب فن الحرب: ما تنتقمش وانت غضبان. عارف الغضب بيخدعك، بيخليك تحس انك دلوقتي اقوى، انك لازم ترد، انك لازم توريهم، بس الحقيقة انك دلوقتي اضعف نسخة منك. سون تزو صاحب كتاب فن الحرب قالك من اكتر من 2000 سنة، لو العاطفة هي اللي حركتك تبقى فقدت السيطرة. يعني اول ما بتغضب بتبطل تفكر كقائد وبتبدأ تتصرف كضحية. الغضب بيخليك تتصرف بسرعة بس من غير خطة، تفتكر انك انتقمت، بس انت فعليا سلمت نفسك للعدو بإيديك. ومن ناحية تانية، لما تهدى، لما تستوعب اللي حصل، تبصله من فوق ومن بعيد زي قائد بيبص على أرض المعركة من خريطة كبيرة، وقتها بس هتبدأ تلعب صح. علم النفس بيقول ان الغضب بيقتل مناطق التفكير المنطقي في المخ. يعني انت اللي بتعمله وانت سخن مش قرار، ده تفريغ. الانتقام الذكي مش رد فعل، ده فعل محسوب. ساعتها الخصم مش هيشوفك بتزعق، لا، هيشوفك ساكت لحد ما ينسى، وفجأة ترد عليه رد يخليه يتمنى لو هو مش موجود. الرسالة هنا ان لو دمك فار خليك ساكت، لو قلبك مولع عقلك لازم يطفيه. ما تنتقمش وانت غضبان، انتقم لما تكون اهدى من الرصاص واسخن من النار بس جواك. والقاعدة التانية هي انك تخلي العدو يحس بالامان. في لحظة كده الخصم بيحس انك نسيت، انك مش مهتم، انك خلاص اتخطيت، بس الحقيقة دي اكتر لحظة بيكون فيها مكشوف. ميكافيلي في كتاب الامير قال بمنتهى الصراحة: اقوى ضربة هي اللي بتيجي بعد ما الناس تفتكر انك سبتهم. يعني لو انتقمت وهو متوقع ثأرك هيكون مستعد، لكن لو سبته يفتكر انك نسيت، ساعتها هينزل حذره ويعري نفسه. وهنا يجي الضربة اللي ما تتنسيش. بينما من ناحية علم النفس، الناس لما تحس انك مش مهتم بتهدى، بترتاح، وده اسمه امان ذائف او الفير سيكيورتي. وانت لو ذكي تسيبه يرتاح شوية، تسيبه ينام في العسل لحد ما الضربة تيجي فعلا وهو نايم. وخلي بالك، احساس الامان الكذاب ده بيخلي الضربة تبان اكبر واقسى واعمق، مش عشان قوتك، بس عشان هو كان فاكر انك انتهيت.
الخلاصة هنا انك ما تهجمش اول ما تتوجع. خلي العدو يحس انك مش موجود وان الضربة مش جاية، وبعدين اضرب الضربة اللي ما تتحكاش. تمام يا باشا، دلوقتي خلينا نخش على القاعدة التالتة، ودي اكتر قاعدة بتوجع بس من غير ما تلمس حد. الانتقام مش دايما هجوم، احيانا بيكون نجاح. اوقات الانتقام مش بيكون بضربة ولا بكلمة، اوقات الانتقام الحقيقي هو انك تكمل وتكبر وهو يفضل واقف مكانه بيتفرج. روبرت جرين في كتابه 33 استراتيجية للحرب قالك ببساطة: لما تنجح بصمت الخصم بيتكسر من جواه. يعني لما اللي أذاك يشوفك بتتطور وناجح ومرتاح من غير ما ترد عليه بيتجنن. ليه؟ لأنك خرجت من دايرة اللعب بتاعته ولسه محبوس جواها. علم النفس بيقول إن أعنف أنواع الانتقام هو التجاهل المصحوب بالإنجاز. الدماغ بتفسره كإهانة وجودية، لأنك بتقوله إنك بالنسبة لي مش كفاية علشان أرد عليك أصلا. النجاح هنا مش بس شغل أو فلوس، النجاح إنك تبان أقوى نفسيا متوازن، مش بتفكر فيه أصلا وهو بيتحرق بعيد. اللي بيأذيك أو اللي عاوز يهزمك بيبقى عاوزك مكسور منهار ترد عليه بنفس أسلوبه، بس انت لما تكمل هو بيبقى بيتمنى حتى تكرهه عشان تبقى بتفكر فيه، بيحس ان هو موجود في الحياة، موجود في حياتك انت بالذات. والقاعدة الرابعة: اضرب ضربة واحدة بس تكون محسوبة كويس. اخطر حاجة في الانتقام مش انك تضرب، الاخطر هو امتى تضرب وازاي. سون تزو في كتاب الحرب قال: القائد الذكي هو اللي بيكسب من غير ما يطول في المعركة. يعني مش لازم تفضل تضرب وتزعق وتعمل دوشة، احيانا كل اللي محتاجه هو ضربة واحدة بس تكون قتلة، مش بالجسد وانما بالنفس. في علم الاعصاب في حاجة اسمها التأثير الصاعق. لما الشخص يتعرض لحاجة مفاجأة ومش متوقعة ومركزة على نقطة ضعف معينة، العقل بيتشل بيقف. الضربة الذكية مش بتتكرر، الضربة الذكية بتيجي بعد صمت طويل، بعد ما كل الناس تفتكر انك مش هترد، وهي دي اللحظة اللي بتخلي الخصم يعيد حساباته، مش بس فيك، لأ، في نفسه كمان. الخلاصة هنا: ما تكونش غشيم وتضرب كل شوية، اجمع، راقب، افهم، واستنى اللحظة المناسبة واضرب ضربة واحدة بس. يخاف بعدها يقرر حتى يبص في عينيك، مش علشانك وإنما علشان نفسه. وبكده الأربع قواعد بقوا عندك: ما تنتقمش وانت غضبان، خلي العدو يحس بالأمان، النجاح أذكى انتقام، والأخيرة اضرب ضربة واحدة بس. في الجزء ده نوصل لآخر شيء، وخلينا أفكرك بإن البقاء للأقوى مش للأضعف، مش للي بيتكسر. ونكمل كلامنا في مرة تانية.